السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن الهاردات، وده معناه إنك مش بتحضر شرح تقليدي، ده فيديو هيساعدك فعلا تاخد القرار الصح. النهاردة هنتكلم عن اختيار الهارد المناسب لجهازك، سواء بتجمع جديد أو بتفكر تحدث جهازك القديم. هل تشتري HDD ولا ال SSD؟ ولو ال SSD تختار أي نوع؟ تابعني لآخر الفيديو عشان تشوف كل التفاصيل. فخليني أقولك من الآخر، اوعى تشتري هارد قبل ما تشوف الفيديو ده. أول نوع هنتكلم عنه هو الهارد التقليدي ال HDD، وده النوع القديم اللي أغلب الناس كانت بتستخدمه زمان ولسه بيستخدموه للتخزين الكبير. مميزاته إنه رخيص وسهل تلاقيه، وساعات تخزينية بتوصل ل4 تيرا أو حتى 10 تيرا. لكن مشكلته في السرعة. سرعة الهارد ده بتتراوح من 80 ميجا بايت في الثانية إلى 160 ميجا بايت في الثانية، وبيكون مصنوع من أجزاء ميكانيكية زي أسطوانة بتلف من جوه الهارد وإبرة بتقرأ البيانات، وده بيخليه أبطأ في الأداء وبيصدر صوت أثناء التشغيل، وكمان معرض للتلف مع الوقت أو الحركة. نيجي بقى لنقلة مهمة وهي ال SSD SATA. الهارد ده سريع في تشغيل الجهاز، والبرامج بتشتغل أسرع بكتير، وده سرعته بتوصل من 400 ميجا بايت في الثانية إلى 550، وبيكون مصنوع من شرائح إلكترونية بدون أي أجزاء متحركة، وده معناه مفيش أي صوت ولا اهتزاز، واستهلاك طاقة أقل، وكمان عمر أطول بكتير من ال HDD. والنوع الثالث وهو ال M.2 SATA، وده نفس فكرة ال SSD SATA في كل حاجة تقريبا، يعني برضو سرعته بتكون من 400 إلى 550 في الثانية، وبرضو مصنوع من شرائح إلكترونية ثابتة من غير أي أجزاء ميكانيكية. الفرق الحقيقي في الشكل وطريقة التوصيل، بيتوصل مباشر في المذر بورد، وده بيوفر مساحة جوه الكيسة وبيخلي الشكل أنظف. وفي حاجة مهمة جدا في الهارد ده، إنك لو عايز تجيبه لازم تشوف المذر بورد بتاعتك بتدعم تركيب الهارد ال M.2 ده ولا لأ، وده بيكون شكل مكان الهارد ال M.2 في المذر بورد. وهنا ندخل على أقوى وأسرع نوع وهو ال NVMe M.2. سرعته بتبدأ من 1500 ميجا بايت في الثانية، وممكن توصل ل 7000 ميجا بايت في الثانية عادي جدا، أو أكتر حسب الجيل. في منه 2 جيل 3 أو جيل 4، وبيكون مصنوع بالكامل من رقائق إلكترونية متطورة بدون أي أجزاء متحركة، وده السبب الرئيسي في سرعته الجنونية واستجابته العالية. لكن بيحتاج تتأكد برضو إن المذر بورد بتاعتك بتدعم ولا لأ، وسعره بيكون أعلى شوية من الهاردات كلها اللي قلناها دي. الخلاصة، اختيار الهارد مش بس على أساس المساحة، لأ، لكن كمان على حسب هو مصنوع من إيه وسرعته قد إيه. الهاردات الميكانيكية زي ال HDD كويسة للتخزين الكبير بس، يعني ممكن تجيبها كهارد تخزن عليه على الجهاز. أما الهاردات المصنوعة من شرائح إلكترونية زي ال SSD وال NVMe فدي مناسبة للسرعة والأداء العالي، فمناسبة إنك تحط عليها ويندوز أو تحط عليها أي حاجة تقيلة عندك في الجهاز. يا رب تكون استفدت من الفيديو، ولو عندك سؤال اكتب لي في الكومنتات وأنا هرد عليك إن شاء الله. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم في فيديو جديد قريب. سلام.